انت لازم تستحمي بمية، مش اي مية، لازم تكون مية غسل، مية تغسل بيها حد ميت، وتخلي جوزك يستحمى من نفس المية بأي طريقة. وخدت منها جيركن مليان مية لونها رمادي، مية اتغسلت بيها واحدة ميتة. ورغم الرعب اللي كان جوايا إلا إني غسلت جسمي بيها. طلبوا منها تستحمى بمية غسل الميتين علشان تخلف. راحت المشرحة وجابت مية الغسل، بس اللي حصل معاها أغرب من الخيال. قصة حقيقية حصلت مع سيدة مصرية اسمها مديحة، ومديحة بتبدأ قصتها وبتقول: النهاردة زيارة رقم 16 لدكتور النساء، علشان موضوع الحمل اللي بجري وراه بقالي سنة ونص، لحد ما زهقت وجبت آخري. النهاردة عملت التحاليل رقم 8 اللي استهلك آخر فلوس معانا، لدرجة إننا رجعنا من العيادة مشي، لأننا ما كانش معانا تمن المواصلات. جوزي ماشي جنبي ما بينطقش نص كلمة، وأنا من جوايا النار مولعة. غصب عني عمالة أفتكر كل كلمة وكل مشهد وكل زيارة روحتها علشان الموضوع ده، لحد ما في لحظة غضب رميت كل الأشعة والتحاليل من غير ما جوزي ياخد باله، ورجعت على البيت وافتعلت معاه خناقة كبيرة علشان أطلع غضبي، وحلفت إني مش هروح لأي دكتور تاني. وطبعا لأن العيلة بتاعتنا ما بيكتموش سر، لقيت الموضوع وانتشر بأسوأ جملة ممكن ست تسمعها: مديحة ما بتخلفش ومش هتخلف خلاص. وبدأت المكالمات من كل الناس تجيلي، اللي تقول لي أنا عارفة دكتور كويس، واللي تقول لي أنا أعرف فلانة كانت زيك وتعالجت وهسألها لك. هما فاكرين إن كلامهم بيهون، ولكن كلامهم بيذبحني ذبح. بيكلموني وكأني معاقة أو في حاجة مختلفة عنهم. ولما هديت بدأت أفكر فعلا في أكتر من حاجة ممكن أعملها، وجاء على بالي المثل الأشهر في الأواسط الشعبية: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فعلا أنا لازم أشوف تجارب الناس اللي شبهي، وأشوف اتعاملوا مع الموضوع ده إزاي، لأني لازم أخلف علشان أنا مش أقل من كل اللي حواليا. أستغفر الله العظيم، يا رب يا رب سامحني. بدأت أسأل المقربين، وفعلا قابلت أكتر من واحدة كانت عندها نفس المشكلة في الخلفة وتعالجوا، وكلهم بلا استثناء قالوا إن المشكلة كانت عند أزواجهم، ولازم الراجل هو اللي يحلل ويتعالج، رغم إني واثقة إن أغلبهم بيكذبوا. وحتى لو كان كلامهم صحيح فإحنا عملنا التحاليل والمشكلة الأكبر عندي. لحد ما خالتي سعاد اتصلت بيا وقالت لي: في بنت قريبتنا من بعيد اسمها يارا، فاكرة موضوعها كويس قوي لما فضلت 3 سنين ما بتخلفش، وبعدين خلفت توأم مرة واحدة ومشيت تتباهى بيهم قدام كل الناس، وعملت لهم سبوع زي الفرح وغاظت كل اللي شمتوا فيها. وعرفت كمان ان المشكلة كانت عند جوزها مش من عندها، يعني هي اللي عندها الحل. بس يا خالتي أنا... اسمعي الكلام يا مديحة، انا جبتلك عنوان يارا ولازم تزوريها وتفهمي هي عملت ايه. وفعلا زرتها مرة واستقبلتني كويس. خدت معايا زيارة متكلفة، وفضلت اتكلم معاها واحيل فيها واقرب منها، بس كل ما كنت بفتح موضوع الخلفة كانت بتغير الموضوع تماما. يا مدام يارا، انا جايالك من طرف خالتي سعاد، ونفسي بس تدليني اروح فين. يا حبيبتي قلتلك ده نصيب. حاولت مرة واتنين وعرفت انها مش عايزة تقول لحد هي اتعالجت ازاي. هي بتستهبل، او جايز عاملة نفسها عبيطة ومستنية تذللها علشان تقولي: يا يارا انا عندي مشكلة في الخلفة ومش لاقي علاج، وعايزة اعرف عملتي ايه علشان تحملي. عملت نفسها اتفاجئت من السؤال طبعا، واتكلمت معايا بأسوأ تمثيل سخيف احنا كستات حافظينه كويس. انتي شايفاني دكتورة نسا قدامك، قلتلك الموضوع نصيب. وانتهت المقابلة بدون اي نتيجة لحد ما خالتي كلمتني تطمن، وحكيت لها اللي حصل. خالتي قالت لي: من الآخر كده الحل مع يارا ولازم تفضلي وراها. لما حلها إنك هتديها فلوس، أنا عارفاها كويس، دي كلبة فلوس. وفضلت افكر في كلام خالتي سعاد لحد ما رحت زيارة يارا مرة تانية، وخدت معايا حاجات تاني رغم ان الظروف وصلت للحضيض. يارا استقبلتني ببرود، بس انا دوست على كرامتي واعتذرت لها لو كنت بزعجها بزياراتي ليها، لحد ما اتفاجئت بيها مرة واحدة بتقولي:
ان الحل مش سهل يا حبيبتي، ولازم اضمن انك مش هتقولي لحد. اوعدك مش هتكلم ولا هفتح بقي. خلاص هقولك، بس المعلومة ليها تمنها. يعني ايه؟ يعني لازم تدفعي تمن المعلومة يا حلوة. فهمت. اوكي، هديلك 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ وجاية على نفسك كده ليه؟ انا هاخد الشبكة بتاعتك، عاوزة كل دهبك. انا كنت مصدومة من اللي بسمعه. الشبكة بتاعتي تعمل لها 40,000 جنيه. فضلت افكر وسألتها، طيب لو اديتك شبكتي وما حصلش حمل ولا خلفة؟ ما تخافيش، ساعتها هرجعلك الشبكة بتاعتك. بعد اسبوع كنت بعت الشبكة بتاعتي وتمنها طلع 60,000 جنيه. اخدت الفلوس ورحت لمدام يارا. يارا فضلت تعد في الفلوس وقدامي وهي بتقول، الست لو ما حملتش لازم تتخض خضة كبيرة. انام تحت قطر يعني زي ما بيقولوا في الافلام؟ دي تخاريف يا قلبي، انت لازم تستحمي بمية، مش اي مية، لازم تكون مية غسل، مية تغسل بيها حد ميت، وتخلي جوزك يستحمى من نفس المية بأي طريقة. انا اترعبت من كلامها والدم اتجمد في عروقي وبدأت اترعش، وسمعتها بتقول، ما تخافيش، ده حل متجرب، انا عملت كده وخلفت توأم. بكرة بالليل هتروحي معايا للست اللي بتغسل الميتين، اسمها نوال، نجيب منها المية وانا هدفع تمن المية. ورحنا تاني يوم بالليل قابلنا الست نوالي اللي طلبت 5000 جنيه تمن المية، ويارا حسبتها وقالت لي هي بتدفع تمن المية. دي نقطة النونو اللي جاي في السكة، مبروك مقدما. الكلمة دي طمنتني كتير وخلتني اتحمل كل اللي هيحصل. وفعلا بعد يومين قابلت الست نوال وخدت منها جيركن مليان مية لونها رمادي، مية اتغسلت بيها واحدة ميتة. ورغم الرعب اللي كان جوايا الا اني غسلت جسمي بيها وحطيت منها في البانيو كمان لجوزي عشان يغتسل بيها هو كمان. ونمت يومها وانا بحمد ربنا ان كل حاجة عدت على خير. بس في نفس اليوم بالليل حنفية الحمام ضربت وصحينا لقينا الشقة كلها غرقانة مية، بس المية كانت رمادية مش مية عادية، مية ريحتها غريبة كده وتخنق. جوزي قفل الحنفية المكسورة بالعافية وفضلنا طول الليل ننشف في السجاد ونمسح في الشقة اللي غرقت كلها. حاولت اتملك اعصابي واقول في نفسي ان ده مش بسبب اللي عملته، بس واضح ان كنت موهومة لاني بقيت بصحى من النوم وانا بشهق كل ليلة واحلم اني بغرق في ترع ميتها قذرة، وافضل اشرب من المية القذرة دي لحد ما اصحى وانا خلاص بتخنق وبموت. فضل الحلم ده يطاردني فترة طويلة لحد ما حلمت بيه في ليلة وفضلت اشهق لحد ما حصل لي اختناق. صحيت لقيت نفسي في المستشفى على جهاز تنفس صناعي، وعرفت انهم لحقوني بمعجزة واني كنت هموت. خرجت من المستشفى بس فضل الحلم يتكرر بصورة يومية، ورغم اني استنيت الحمل الا لانه ما حصلش. 3 شهور من العذاب ان يحصل حمل لكن مفيش. وقتها كنت متغيرة، جسمي هزيل، شكلي مخيف من قلة النوم والكوابيس. خرجت زي المجنونة وقابلت الست نوال اللي بتغسل الميتين في الشارع، وقفتها وانا سايرة وقلت لها لو ما قلتليش السبب اللي خلاني ما احملش لحد دلوقتي هصرخ وافضحك وسط الناس. الست نوال حاولت تهرب مني لكن شكلي خوفها فعلا، واخيرا اعترفت وقالت أرجوكي بلاش تفضحيني، كل اللي عملته إني اديتك مية عادية، أقسم بالله مية عادية، وأنا أصلا ما عنديش مية غسل، لأن أهل المتوفي بيكونوا معايا طول فترة الغسل، وأصلا مية الغسل مش بتعمل حاجة، كله تخاريف يا بنتي. بس أنا بعمل كده مع الموهومين اللي زيك اللي بيتعلقوا بأي أمل وخلاص، بستغل لهفتك ويأسك وببعتلك مية عادية واسترزق. امال يارا قالت ازاي ان المية هتخليني اخلف؟ يارا شريكتي في النصب، وكمان خالتك سعاد شريكة معانا، وتمن شبكتك قسمناه مع بعض. وأرجوكي بقى، أنا ماليش ذنب، يارا هي اللي بتخطط لكل حاجة، أنا بربي في أيتام، أرجوكي سيبيني. هنا فهمت كل حاجة. يارا مكونة عصابة وحتى خالتي مشتركة معاهم. رحت على يارا واستقبلتني بالشتيمة والزعيق، وعملنا خناقة كبيرة واتهنت واتضربت، وجوزها كان هيضربني واتصلوا بجوزي وقالوا اني كدابة ومفيش دليل انهم خدوا شبكتي. ورجعت وانا مقهورة. جوزي فضل يبص ناحيتي في صمت، ما كنتش عارفة اقول ايه ولا احكي له ايه.
ورحت عند اهلي لان كنت على وشك ان اتطلق، وهناك عرفت من ابويا ان يارا كانت بتروح مركز طبي علشان تتعالج فيه. يارا كانت بتروح مركز طبي تتعالج فيه، واكيد هي كذبت عليكي بحكاية مية الغسل عشان تنصب عليكي. حرام عليكي يا بنتي تمشي ورا التخاريف دي. اتركي امرك لربنا وهو قادر على كل شيء. عامة انا اعرف شيخ هكلمه عشان يقرا عليك الرؤية الشرعية. بعد يومين جه الشيخ، ولما عرف الحكاية كلها قال: موضوع الكوابيس والمية ما هي إلا ألاعيب جن. الجن لعب بواحدة مش مؤمنة بالله وماشية في سكة الضلال، فتمكنوا منها. المية اللي استحميتي بيها يا بنتي مية عادية، بس الوهم والألاعيب بتاعت الجن يعملوا أكتر من كده. أنا هعرفك على واحدة ست ما كانتش بتخلف وخاضت تجربة زي دي، بس هي أخدت طريق مختلف وتجربتها كانت ناجحة تماما. الست دي تبقى مراتي. ارتحت جدا لكلام الشيخ، وفعلا قابلت مراته اللي رحبت بيا وقالت لي: انا فضلت 3 سنين ما بخلفش وتعالجت الحمد لله. ربنا خلق الطب، لازم ناخد بالاسباب، والاهم من كده هو الدعاء. الدعاء اللي كلنا بنستهون بيه بيعمل المعجزات. الدعاء بيقين بيكون سبب ان كل دعوات الانسان تستجاب. كل حاجة مهما كانت مستحيلة لما تاخدي بالاسباب وما تفلحش، وقتها ادعي ربنا، ادعي في القيام، ادعي في الصلاة، ادعي ليل ونهار، طلعي صدقات، وخلي عندك يقين بالله انه هيستجيب. وقتها واول ما اليقين يملى قلبك اعرفي تماما ان الاجابة هتقع عليكي وهتشوفي النعمة قدامك، لان العاطي والمانع هو الله. هو الله يقدر يديكي كل حاجة بتتمنيها، كل حاجة، حتى لو دعيتي ب1000 دعوة. انما تمشي ورا التخاريف وتيأسي وتظني في الله الظنون، يبقى مش هتاخدي حاجة. ولو بعد 5 سنين وشهر قيام ليل وصدقات ودعاء حملت حد بعد ما وقفت الكشف عند الدكتور. مشيت من عندها وانا ببكي على نفسي. اتصلت بجوزي واعتذرت 1000 مرة لحد ما سامحني، ورجعت له النهاردة وبعد 6 شهور من الأحداث دي ومن القيام والدعاء والصدقات. تعبت قوي، ولما رحت للدكتور قال لي نصا: مبروك يا مدام، حضرتك حامل. النهاردة بس عرفت الطريق الوحيد اللي بتتحقق بيه كل أمنياتنا: الدعاء اللي بيكون سبب ان كل حاجة تستجاب مهما كان عدد الدعوات ومهما كانت صعوبتها. وافتكر ان ربنا بيقبل كل دعواتك كلها بلا استثناء لو كان عندك يقين كامل وفوضت الامر لله. بيستجيب في الوقت المناسب وبيمنع عنك الدعوة اللي هتأذيك.